كبير من لاعب حمود البطي في وسط الملعب، احد اكتشافات المباراه. اكيد تعرف ان المستقبل النادي في شبان، وهذا اللي خدمنا عليه في شبان كثير. يعني دائما نحاول كل ما نلقى فرصه نعطيهم الثقه. حمود البطي من اللاعبين الواعدين، نفس الشيء خالد الخرقاوي، في لاعبين زاده تحت 20 مهمين. نحاول دائما كل مباريات دائما نعطي الرتم المباريات للاعبين ان شاء الله، لانهم هم مستقبل الزعيم. هيك شفنا اليوم سياسه تدوير ما بين خالد الرشيدي وما بين سعود الحوشان. والله شوف، مو بس في ما بين سعود الحوشان وخالد الرشيدي، في ما بين علي ومشاري، في ما بين فهد وفريح. فنفس ما قلنا نادي الكويت 25 لاعب، وكل اللاعبين معنيين باللعب، ودائما على حسب التمرين. اسبوع التمرين هو اللي يحكم في التشكيله، اللي جاهز راح يلعب المباراه. لا ما في، يعني نقول المحسن احسن، المخطئ اخطا. طبعا لازم نعطي حق نادي الكويت، ظروف نادي الجهره ان شاء الله يكون في عونهم. فريق محترم بالرغم من الظروف، شفناها مباراه فحيحين لدقيقه 60 فايزين 1-0، واليوم يعني كانت ردة فعلهم وفي بعض الاوقات احرجونا، لكن ما في فريق سهل وما في مباراه سهله في الدوري. هذا اللي رسالتنا لكل اللاعبين. كل المباريات صعبه، بس ان شاء الله رجالنا قادرين انهم يحققون 3 نقاط.